كل الناس مستغربة ان كريستيانو رونالدو راح النصر، وانا اكيد واحد زيكم. في الحلقة دي انا هقول لكم ليه كريستيانو رونالدو راح النصر. يلا نشوف. لو اي حد جالك من 10 سنين من 5 سنين قال لك كريستيانو رونالدو بيلعب في السعودية، هتصدق؟ اكيد لا. كلنا محدش يتوقع ابدا ان رونالدو حتى ممكن يلعب مش في التوب فور، حتى محدش كان يتوقعها خالص. ليه؟ انا واحد من الناس اللي متربيه على كريستيانو رونالدو من 2008 و2007، من اول ما راح مانشستر يونايتد. فالواحد عاش مع رونالدو ده اجمل لحظات الواحد ممكن يعيشها. فاكيد اكيد اكيد الواحد اسطوره زي ديت ما كانش عايز يبقى دي النهايه. بس خلينا نتكلم مع بعض ليه كريستيانو رونالدو اصلا راح للنصر او وصل للنصر. رونالدو اصلا في البدايه سمعنا ارقام كتير جدا في الصفقه، كتير جدا. فجاه رونالدو راح النصر، اخته تطلع تنفي، ناس كتير تقول لك اكيد مش هيروح، الناس اكيد يقول لك لا ده اصل بايرن عايزاه، اصل مين عايزاه، اصل مش عارف ايه ممكن يروح حتت كتير قوي. لغايه ما شفنا الصوره كلنا ورونالدو واقف بالتيشيرت. انا عايز اقول لك يا مؤمن، في ناس حتى لما شافت رونالدو بالتيشيرت ما كانتش مصدقه. والله العظيم انا شفت رونالدو بالتيشيرت، قفلت الموبايل وفتحته تاني، قلت يا رب تكون فوتوشوب. بس المهم الصوره حقيقيه، ورونالدو فعلا راح النصر. رونالدو بيتقال ان هو راح ب 200 مليون في السنه. ايا كان صحه الرقم ده ايه، اكتر بكتير اقل بكتير، ايا كان الرقم. بس خلينا نتكلم في نقطه الاول، ان السعوديه قدرت تجيب واحد بقيمه رونالدو، دي حاجه قويه جدا، حاجه مش سهله. ايا كان المبلغ، ايا كان عملت له ايه، بس فكره ان انت تقدر تجيب اسطوره ونجم زي رونالدو، لا حلوه جدا للسعوديه. خلي بالك السعوديه بعد حركه رونالدو دي تقدر تجيب اي لعيب، مش بعيد تلاقي ميسي، مش بعيد تلاقي مودريتش، مش بعيد تلاقي سيرجي راموس. خلاص ان ده هيجي يروج لك الدنيا هناك بصوره غير عاديه. رقم 2 برضو على فكرة عايزين نقولها كمان، في حتة ان السعودية ليه اختارت رونالدو بالاخص. السعودية على فكرة فيفا طلعت قرار ان من كاس العالم اللي جاي 2026 و2030 و2034 ان الدول المنظمة لكاس العالم هتبقى 3 مش دولة واحدة. يعني مثلا مصر، السعودية، اليونان، الثلاثة دول مقدمين ملف يقال ان هو 2030 او 2034 رونالدو هيبقى الوجه الترويجي للبطولة دي. يعني انت مثلا عندك مصر برنس، مصر مستفيده يا باشا من غير اي حاجه، هتيجي السعوديه جايبه رونالدو تظبط الدنيا فمصلحه. فعلى فكره رونالدو هيقرب كتير جدا للسعوديه ان هي ممكن فعلا تاخد كاس العالم. خلينا نروح لنقطه تانية، نقول ليه رونالدو، النقطه الاساسيه ليه رونالدو راح النصر. خلينا نرجع برونالدو كده ورا شويه حلوين. رونالدو لما راح مانشستر يونايتد عمل ايه؟ خد دوري الابطال. على فكره رونالدو اكتر بطوله بيحبها ويعشقها دوري الابطال. تيجي كده في اي انترفيو تساله تقول له ايه اكتر دوله تحبها، يقول لك دوري الابطال. هو بالنسبه له دوري الابطال دي هو انجاز. رونالدو متعود طول عمره ان هو في حاله ان انا اقدر اشيل فرقه، اقدر اكسب بطوله، اقدر اعمل اللي انا عايزه انا رونالدو. وفعلا رونالدو كان بيعمل كده في اوقات كتير جدا. بس المرحله اللي احنا فيها دلوقتي رونالدو ما بقاش يقدر يعمل كده. فلاقي رونالدو راح اليونايتد، خد دوري الابطال. طلع من بعديها، من بعد 2008 2009 تعاقدت معاه مين؟ ريال مدريد. لعب مع ريال مدريد. انا بالنسبه لي 80 او 90% من تاريخ كريستيانو رونالدو في ريال مدريد. حقق دوري ابطال بقى، يعني كل ما بيزهق كان بيحقق دوري الابطال، لدرجه ان كريستيانو رونالدو حس ان فعلا هو دوري الابطال. اكبر دليل ان هو لما ساب ريال مدريد، انا بالنسبه لي من الغلطات الاساسيه اللي عملها ان هو ساب ريال مدريد. على فكره انا مش فانز ريال مدريد قوي، انا مانشستر يونايتد. بس خلينا واقعيين، حبي لكريستيانو، لا انت ناجح في ريال مدريد جدا، كان يقدر يلعب سنتين 3 4 ويقدر يفنش مسيرته كلها في ريال مدريد. فريال مدريد بعديها راح فين؟ راح يوفنتوس. انتوا عارفين ان السوشيال ميديا والصحافه كلها لما يوفنتوس اشترت رونالدو كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا يوفنتوس اشترت دوري الابطال، مش اشترت رونالدو، اشترت دوري الابطال. فهو راح كان عارف ان هو هيعمل النجاح دوت، او ان هو يحقق دوري الابطال. اول ما راح يوفنتوس اول حاجه عملها ايه؟ خد هداف اليوفنتوس عامه ب 101 جون. خد هداف الدوري الايطالي يعتبر الثلاث سنين اللي قعدهم. اول سنه خرج من دوري الابطال في دور الثمانيه، ده اكتر انجاز عمله. بعد كده خرج دور 16 دور 16 دور 16. فهو حس ان ايه، لا انا مش قادر اعمل، طب ارجع مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد على فكره لما رجع لها من باب الحنين والوفاء ليس اكتر من ذلك. يعني انا بقى بالنسبه لي، انا كنت عامل احتفاليه ونزلت اخرج مع اصحابي لما رونالدو رجع مانشستر يونايتد. بالنسبه لي عارف يعني هي بقى ده، انا الاحلام بتتحقق، احلام العصر زي ما بنقول.
فرجع اليونايتد اول سنه. انا بالنسبه لي كنجاح رونالدو يعتبر كان كويس. راجع على توليفه لعيبه جداد بالنسبه له، لعيبه صغيره، مدرب عمال يتغير 3 4 مرات في السنه. فبالنسبه لي ان هو نجح النجاح ده، انا شايف ان هو كان كويس جدا. بس كانت هنا النقله بقى بعديها ان فنش مانشستر يونايتد ان هو مش داخل دوري ابطال السنه اللي بعديها، ومن هنا ابتدت المشاكل. السنه اللي بعديها جه مين؟ المدرب تين هاج، المدرب الهولندي. المدرب الهولندي ده مشهور، كان بيمرن في ايكس، مشهور مشهور بفلسفه كتير قوي، ان هو بيحب الناشئين، بيحب الصغيرين، ليه فلسفه في طريقه لعبه معينه وخطه معينه. رونالدو جاله بالبلدي كده من قبل الموسم، قال له بقول لك ايه يا باشا، انت عايزني معاك؟ قال له ازاي ده انت رونالدو، ما تقلقش يا باشا، ده انت صف اول، ده انا هحطك واعمل عليك التشكيل. قال له باشا، قال له انا معاك. انا من هنا شايف رونالدو معذور في كل اللي جاي تقريبا لحد ما خلص. قال له جه اول ماتش ايه اللي حصل؟ احتياطي. يجي الدقيقه 85 يقول له رونالدو مسخن، يروح رونالدو طالع. يجي الماتش اللي بعديه يقول له رونالدو انا هبدا بيك في اوضه اللبس، بعد كده يلاقي رونالدو من هو مش اساسي. يجي بعد كده في الاخر المدرب نيليه عامل ايه؟ مصدر رونالدو في الصوره الوحشه. نيجي لو كان هو المدرب قال لك انا ماشي رونالدو، انا مش عايز رونالدو، كانت الدنيا عملت فيه ايه؟ مسكته، بص سلخته. فهو برده مدرب، انا بالنسبه لي عمل حركه بالصياعه، شايل رونالدو الليله كلها. لغايه ما رونالدو عمل اللقاء الصحفي مع بيرس مورجان، ودي يا باشا كانت القضيه مع مانشستر يونايتد. راح عمل ايه بقى؟ راح حكى كل حاجه. بس انا بالنسبه لي النقطه دي كانت اول مره في حياتي اشوف رونالدو ما بيردش في الملعب، بيرد في المايك بصراحه. يعني ده اللي هو الحقيقه، رونالدو كان بيطلع يقول لك يا باشا انت ما لو راجل تجيب جونين كان ينزل الماتش يجيب 4 و5، ده بجد والله العظيم، وفي ماتشات دلال على كده. فكانت بالنسبه لي غريبه ان انت اول مره رونالدو ترد في المايك. بس رد بقى، قال كل حاجه، بهدل الاداره وبهدل المدرب وبهدل الفرقه وبهدل كل حاجه. ومن هنا كان رونالدو عارف ان هو خلاص مش هيكمل في مانشستر يونايتد. بالنسبه لي بقى الخطوه اللي بعديها اللي ادت ان كريستيانو رونالدو يروح النصر هي ايه؟ كاس العالم. كلنا شفنا كاس العالم، رونالدو خلص وخرج بمنظر كان عامل ازاي. فكره الدموع او كريستيانو يعيط وهو خارج، ان هو عارف حاجتين. ان هو رقم 1 عارف ان هو خلاص ملوش كاس عالم تاني. رقم 2 عارف ان هو كتاريخا او كبطولات كان مستني يعملها، هو كان مستني اخر حاجه يعملها كاس العالم، عشان هو عارف ان هو خلاص كانديه هو غالبا هيروح السعوديه. رقم 3 احنا ما شفناش كريستيانو رونالدو عيط من 2004 في بتاعه اليورو اللي كانت في اليونان. فنيجي بعد كاس العالم خلاص رونالدو قال لك اصل المدرب المنتخب قعدوا دكه في رونالدو اتضايق، اصل مدرب مانشستر يونايتد قعدوا دكه في المدرب اتضايق. فكده مين في الدنيا ممكن يجيب رونالدو في السن دوت يقول لك انا اجيبه اعمل مشاكل؟ فاتوقع من هنا رونالدو ابتدى يفكر في النصر السعودي. عرض النصر السعودي على فكره خلينا واقعيين مش قليل، مهما كان رونالدو غني، مهما كان رونالدو عنده ثروه قد كده، الرقم اللي هو مديونه فلكي، والامتيازات اللي هو خدها فلكيه. وعلى فكره ان حد يكون هو ملف الترويج بتاع كاس العالم دي في الفيفا حاجه قويه جدا، دي مكانه لكريستيانو رونالدو اتحط فيها خلاص. فانا دي شايف ان الاسباب الاساسيه اللي ادت ان رونالدو يوصل للنصر السعودي. وعلى فكره هو راح النصر السعودي، انا بقول لك هو عشان عايز يلعب وهيلعب، النصر السعودي هيلعب وهيأدي وهيجيب اجوان وهيعمل ارقام. بس هو رونالدو مش راح عشان السنتين دول بس، زي ما قلت لك هو راح لاسباب كتير قوي. فخلينا متفقين ان انا من وجهه نظري انا كاسلام زعلان. اي واحد فينا ليه سوبر هيرو كده، عارف، كل واحد فينا ليه بطل بيبقى قاعد بيبص عليه دايما من بعيد، شايفه دايما ان هو حاجه منوره كده كبيره. انا رونالدو بجد من الناس اللي زي دي، ممكن يجي جنبيهم او قبليه او اعلى منه شويه ابو تريكه، بس انا برضو رونالدو بالنسبه لي كانت حاجه قويه جدا. فان انا ابقى شايف السوبر هيرو بتاعي او البطل بتاعي او المثل الاعلى بالنسبه لي بينهي النهايه دي، هي دي بالنسبه لي بس المشكله. وعلى فكره كلنا مهما كان كيرفك عالي ومهما كنت في الطب وبتطلع الحياه كده طبيعي جدا ان انت هتنزل. بس الشطاره دايما ان انت لما تنزل او تختفي عن الاضواء او من الصوره تبقى في صوره ومنظر كويس. هو ده وضعي او كلامي على كريستيانو رونالدو ليه راح النصر. لو انت كمان ليك راي زيي او راي غيري قول لنا في الكومنتات. سلام.